السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي فاطمة، عندي 46 سنة، وأنا أرملة من 5 سنين بعيش لوحدي مع ابني كريم اللي عنده 22 سنة، ودلوقتي بيدرس في كلية الهندسة السنة النهائية. اللي حصل معايا ده مش هتصدقوه، وأنا لحد دلوقتي مش عارفة أعمل إيه ولا أفكر إزاي. والموضوع كله بدأ من يوم واحد بس، يوم واحد قلب حياتي كلها. كان يوم جمعة، الجو كان حر قوي والشمس نار، وانا كنت قاعدة في البيت لوحدي لان كريم نزل يشتري حاجات من السوق. الساعة كانت حوالي الظهر، ووقت الظهر ده في الصيف بيكون الحر فيه لا يطاق، والشمس بتكون داخلة من الشباك على طول. كنت قاعدة في الصالة بنظف البيت وبرتب الأوضة، ومع إني كنت تعبانة شوية من الصبح قلت لنفسي لازم أخلص الشغل ده قبل ما كريم يرجع عشان نقدر نقعد مع بعض براحتنا ونتفرج على التلفزيون. كنت ماسكة المكنسة وبكنس، وفجأة حسيت بدوخة خفيفة. وقفت شوية وقلت لنفسي يمكن من الحر. شربت شوية مية وكملت شغلي، بس الدوخة زادت أكتر وأكتر. فجأة حسيت بدوخة شديدة جدا ومش قادرة أقف. حاولت أمسك في الحيطة بس رجلي مش شايلاني خالص، والدنيا بدأت تدور بيا بسرعة رهيبة. وقعت على الأرض في الصالة، والدنيا دارت بيا، وأنا عارفة إن ده بسبب السكر، لأن أنا عندي سكر وضغط من زمان، وكنت ناسي أخد الدواء النهاردة الصبح. لما وقعت على الأرض حسيت بألم في كتفي الشمال، والمكنسة وقعت جنبي، وأنا حاولت أقوم بس مش قدرت خالص. كل ما أحاول أقوم الدنيا بتدور بيا تاني، وبحس إني هقع. فضلت قاعدة على الأرض حوالي نص ساعة مش قادرة أتحرك خالص، ولبسي كله مبلول من العرق الغزير اللي نازل مني. وكمان سامحوني على الكلام ده، حسيت إني عملت على نفسي من غير ما أقدر أتحكم. الإحساس ده كان من أسوأ اللحظات في حياتي. حسيت بذل شديد وإحراج رهيب، حتى لو ما كانش في حد شايفني، بس أنا كنت حاسة بضعف شديد وعجز تام. بقيت في موقف صعب جدا، مش عارفة أعمل إيه، والريحة بقت وحشة حواليا، وأنا حاسة بذل شديد. عايزة أغير هدومي بس مش قادرة أقوم أبدا. الوقت كان بيعدي ببطء شديد، وأنا كل ثانية كنت بحس إن الموقف بيزيد سوءا. كنت بفكر في نفسي، يا رب يا كريم، يا رب استر، إزاي الوضع وصل للحالة دي؟ وكنت بعيط من الذل والإحساس بالضعف اللي أنا فيه. كنت بفتكر أيام زمان لما كان جوزي رحمة الله عليه موجود، كان دايما جنبي لما أتعب، وكان بياخد بالي مني ومن صحتي، وكان بيفكرني بالدواء لو نسيت، وكنت حاسة بأمان معاه. بس دلوقتي أنا لوحدي، ومفيش حد يساعدني غير ابني، وأنا مش عايزة أحمله مسؤولية أكبر من سنه. هو لسه شاب صغير ولازم يعيش حياته عادي، مش يقعد يهتم بأمه المريضة. حاولت أكتر من مرة إني أقف، مسكت في طرف الكنبة وحاولت أشد نفسي، بس كل محاولة كانت بتفشل، وكنت بقع تاني على الأرض، ورجلي كانت مرتعشة ومش قادرة تشيلني خالص. في محاولة من المحاولات قدرت أقف شوية بس، وقفت ثانية واحدة بس، ورجلي اترعشت تاني ووقعت على الأرض. والمرة دي حسيت بألم في ركبتي كمان. كنت بدعي ربنا بصوت واطي وأنا عيطانة، يا رب فرجها، يا رب ارحمني، يا رب ابعتلي حد يساعدني. وكنت بقرأ آية الكرسي وأنا قاعدة على الأرض عشان ربنا يحفظني ويفرجها عليا. فضلت أدعي ربنا إن كريم يرجع بسرعة، وفعلا بعد شوية سمعت صوت المفتاح في الباب، وحسيت بارتياح شديد إن أخيرا في حد هيساعدني. كريم دخل وهو شايل الأكياس، وأول ما شافني قاعدة على الأرض بالشكل ده رمى الأكياس كلها وجري عليا بسرعة، وشفت الخوف في عينيه. قال لي بصوت مرتعش، انت كويسة؟ حصل ايه؟ يا نهار، انت وقعتي امتى؟ انت قاعدة هنا من امتى؟ أنا كنت عيطانة وصوتي متقطع. قلت له يا كريم، أنا تعبانة قوي، السكر نزل مني وأنا مش قادرة أقوم، ومحتاجة أغير هدومي بسرعة، لأن سامحني يا حبيبي أنا عملت على نفسي. كريم بصلي بصة فيها حاجات كتير، قلق وخوف وارتباك، وبعدين قال بسرعة طيب ماما استني، أنا هجيبلك المية والسكر بسرعة وبعدين نشوف نعمل ايه. راح جابلي كوباية مياه وحطت فيها معلقتين سكر، وساعدني أشرب، ورفع راسي شوية وأنا بشرب عشان المياه متدخلش في زورة غلط. وفعلا بعد دقايق بسيطة حسيت بتحسن شوية، بس لسه مش قادرة أخف. كريم قعد جنبي على الأرض وقال لي بصوت قلقان، ماما انتي ليه نسيتي تاخدي الدواء النهاردة؟ أنا قلتلك كام مرة لازم تاخدي الدواء في ميعاده، ده خطر عليكي قوي، ممكن يحصلك حاجة وحشة. قلتله وأنا بعيط، أنا عارفة يا حبيبي، أنا آسفة، كنت مشغولة بتنظيف البيت ونسيت.
ولما صحيت الصبح كنت حاسة إني كويسة، فقلت مش مشكلة لو اتأخرت شوية على الدواء. كريم قال بصوت فيه عتاب خفيف: يا ماما، الدواء ده مش لعبة، ده حياتك، ولازم تاخديه في ميعاده بالظبط. أنا خايف عليكي قوي، تعرفي لو حصلك حاجة أنا هعمل إيه؟ كلامه خلاني أعيط أكتر، لأني حسيت إني بحمله هم أكبر من سنه، وإني مش قادرة حتى أخد بالي من نفسي كويس. بعد دقايق، وبعد ما حسيت إن السكر بدأ يرجع شوية لطبيعته بس لسه مش قادرة أقوم، قلت له: يا كريم حبيبي، أنا عارفة إن ده طلب صعب عليك، بس والله أنا مش قادرة أقف ومحتاجة حد يساعدني أغير هدومي، ومفيش حد في البيت غيرك. كريم سكت لحظات وشفت وشه بقى أحمر، وبعدين قال بصوت منخفض: بس يا ماما، يعني أنا ده مش صح، أنا ولد كبير دلوقتي، وإنتي يعني الموضوع ده أنا مش ممكن. قولت له وأنا بعيد بصوت أعلى: أنا عارفة يا حبيبي، أنا عارفة إن ده صعب، بس والله أنا في موقف مش قادرة أتحرك فيه، وأنا مش عارفة أعمل إيه، والريحة وحشة قوي، وأنا حاسة إني هموت من الذل، وأنا آسفة إني حطيتك في الموقف ده. كريم قام واقف وبدأ يمشي في الأوضة جيئة وذهابا. كان واضح إنه في صراع داخلي كبير، كان عايز يساعدني بس في نفس الوقت كان عارف إن الموضوع ده مش مناسب ومش صح. كان بيمسك راسه بإيديه وهو بيمشي، وكان بيقول لنفسه بصوت واطي: يا رب، يا رب اديني حل، يا رب ساعدني أعرف أعمل إيه. فضل واقف قدامي وهو متردد جدا، شوية يمشي شوية يرجع، وأنا شايفة الصراع اللي جواه، وده كان بيوجعني أكتر من أي حاجة تانية. شفت الدموع بتنزل من عينيه، وده خلاني أحس بألم شديد، لأني كنت عارفة إني حطيته في موقف صعب جدا، ومش عادل إن أطلب منه حاجة زي دي. قلت له وأنا بعيط: يا كريم، لو أنت مش مرتاح للموضوع ده متعملوش، أنا هفضل قاعدة هنا لحد ما أقدر أقوم، أو لحد ما ربنا يبعتلنا حل تاني. أنا مش عايزة أحطك في موقف يخليك تندم بعدين. كريم مسح دموعه بسرعة وقال: لا يا ماما، أنا مش هسيبك كده، بس أنا بدور على حل تاني، حل يكون أفضل للجميع. بعد دقايق من التفكير كريم قال لي: يا ماما، انتي فاكرة خالتي سعاد اللي ساكنة في العمارة اللي جنبنا؟ ممكن أروح لها أقولها تيجي تساعدك؟ أنا كنت عارفة إن خالته سعاد أخت جوزي المتوفي ساكنة قريب مننا، بس المشكلة إننا مش على علاقة كويسة معاها خالص من بعد ما جوزي توفى. القصة كانت إن سعاد كانت بتتكلم عليا كلام وحش بعد وفاة أخوها، وكانت بتقول إن السبب في موته لإني ما كنتش باخد باله منه كويس. حاشا لله، وكانت بتقول إني كنت مشغولة بشغل البيت ومليش في صحته. والحقيقة إن جوزي رحمة الله عليه مات فجأة بجلطة في القلب وإحنا كنا في البيت، وأنا حاولت أنقذه وعملت كل اللي أقدر عليه، بس ربنا كان كاتب له كده. وأنا فضلت فترة طويلة بلوم نفسي وبقول يمكن فعلا كان في حاجة كنت أقدر أعملها. وسعاد استغلت الموضوع ده وفضلت تلومني وتقول كلام جارح، ومرة قالت لي قدام الناس في العزة: انتي السبب، انتي اللي خليتيه يموت. والكلام ده وجعني جدا وخلاني أقطع علاقتي بيها تماما. قلت له: يا كريم، أنا وخالتك سعاد مش على علاقة كويسة، وأنا مش عايزة أشوفها أبدا، وأكيد هي كمان مش هتيجي، وأنا مش عايزة أسمع منها كلام جارح تاني في الوقت ده. كريم قال بصوت حزين: بس يا ماما، دي خالتي وأخت بابا، وأكيد لو عرفت إنك تعبانة هتيجي. يمكن هي ندمت على الكلام اللي قالته، الناس بتغلط وبتندم. قلت له: لا يا حبيبي، مستحيل، احنا قاطعين بعض من زمان، ومش ممكن أطلب منها حاجة دلوقتي، وأنا أصلا مش عايزة أشوفها تاني، الجرح اللي عملته فيا لسه موجود. كريم حاول يقنعني وقال: يا ماما، يمكن دي فرصة إنكم تتصالحوا، يمكن ربنا بيختبرنا بالموقف ده عشان نرجع لبعض تاني. بس أنا رفضت بشدة وقلت له: لا يا كريم، أرجوكي متكلمهاش، أنا مش مستعدة للموضوع ده دلوقتي. كريم قال بصوت فيه يأس: طيب يا ماما، في حد تاني؟ أي حد، الجيران، أي حد تعرفيه. قلت له: الجيران كلهم رجالة، والستات اللي عندنا في العمارة أنا مش عارفاهم كويس ومش مرتاحة معاهم، وأنا أصلا مش بنزل كتير ومش بتكلم مع حد. كريم قال: طيب بنت عمك نادية، ممكن اتصل بيها؟ قلت له: نادية ساكنة بعيد في منطقة تانية، ولو اتصلت بيها هتاخد ساعة على الأقل عشان توصل، وأنا مش قادرة استنى كل الوقت ده. كريم قعد على الأرض جنبي وحط إيديه على راسه وهو بيفكر، وأنا شايفة إنه تايه ومش عارف يعمل إيه. والصمت كان مسيطر على المكان، الصمت كان مسيطر على المكان، والوقت كان بيعدي ثقيل جدا،
وأنا كنت بحس إن الموقف ده مش هيتحل أبدا، وبدأت أفقد الأمل. كريم فجأة رفع راسه وقال: يا ماما، ممكن نتصل بالإسعاف؟ يمكن في ممرضة تقدر تيجي تساعدك. فكرت في الاقتراح ده وقلت له: الإسعاف هتاخد وقت طويل، وكمان هيسألوا أسئلة كتير، وأنا مش عايزة الموضوع يبقى رسمي كده، ده موقف شخصي وعايزة يتحل في البيت. كريم قال: طيب يا ماما، أنا عندي فكرة تانية. فجأة كريم قام واقف وقال: يا ماما، أنا هطلع فوق عند الجيران في الدور اللي فوقينا، أنا عارف إن في ست كبيرة ساكنة هناك اسمها الحاجة أم محمد، يمكن توافق تنزل تساعدك. قلت له: بس يا كريم، أنا مش عارفة الست دي أصلا، إزاي هطلب منها حاجة زي دي؟ وإزاي هتقبل تساعد واحدة مش عارفاها؟ كريم قال بثقة: أنا شفتها كذا مرة على السلم، وبتسلم عليا دايما وبتسألني عنك وبتقولي: إزاي ماما، ربنا يخليها لك، وشكلها طيب ووشها فيه نور، يمكن توافق تساعدنا، على الأقل حاول. قلت له: بس يا حبيبي، الموضوع محرج، إزاي هتقولها؟ إزاي هتشرحي لها الموقف؟ كريم قال: ما تقلقيش يا ماما، أنا هعرف أقولها، وهقولها إن أمي مريضة ومحتاجة مساعدة من ست، وأكيد هتفهم. وقبل ما أرد عليه، كريم خرج بسرعة من الشقة، وأنا سمعته بيطلع السلم جري، وسمعت صوت رجليه على السلم وهو بيطلع بسرعة. فضلت قاعدة لوحدي على الأرض حوالي 10 دقايق، وأنا بدعي ربنا إن الحاجة دي توافق تنزل، وأنا كمان بستغفر ربنا على اللي أنا فيه، وبقول يا رب استرك. كنت بسمع صوت كريم فوق وهو بيكلم الحاجة أم محمد، بس مش قادرة أسمع بيقولوا إيه بالظبط. كنت قلقانة جدا إنها ترفض، وساعتها مش هعرف أعمل إيه. سمعت كريم بيقول بصوت عالي: أرجوك يا حاجة، ماما تعبانة جدا ومحتاجة مساعدة. وبعدين سمعت صوت الحاجة أم محمد بتقول: ما تقلقش يا ابني، أنا جاية معاك دلوقتي. وبعدين سمعت صوت كريم وهو بيكلم حد على السلم، وفعلا الباب اتفتح ودخلت واحدة ست كبيرة في السن، حوالي 65 سنة، وجهها طيب وملامحها حنينة، ومعاها شنطة صغيرة. كريم قال بارتياح واضح: يا ماما، دي الحاجة أم محمد، هي وافقت تساعدك من غير ما تسأل أي أسئلة. الحاجة أم محمد جت عليا بسرعة وقالت بصوت حنون: يا بنتي يا حبيبتي، ربنا يشفيكي يا قلبي، ما تقلقيش، أنا هساعدك. يا كريم يا ابني، انت اطلع بره دلوقتي وسيب أمك معايا. وقفل الباب كويس. كريم طلع بره الأوضة وقفل الباب، والحاجة أم محمد بدأت تساعدني بكل لطف وحنية. فتحت الشنطة اللي معاها وطلعت منها من ناشف ومياه معطرة. قالت لي بصوت هادي: ما تقلقيش يا بنتي، أنا اشتغلت ممرضة 30 سنة، وساعدت ناس كتير في مواقف أصعب من كده، ده موقف عادي وبيحصل لأي حد. بدأت تساعدني بكل احترافية ولطف، شالت اللبس الوسخ وغسلتني بالمياه الدافية اللي جايباها معاها، ولبستني لبس نضيف من دولاب هدومي، وكل ده وهي بتكلمني كلام حلو وبتقولي: عادي يا بنتي، ده اللي بيحصل لأي حد، متخجليش، أنا كأني أمك، وأنا بنتي حصل لها موقف شبيه قبل كده. كانت بتشتغل بسرعة وكفاءة، وفي نفس الوقت كانت بتحافظ على كرامتي وبتعمل كل حاجة بأدب شديد، وأنا كنت بحمد ربنا إنه بعتهالي في الوقت ده. قالت لي وهي بتشتغل: أنا فاهمة إنك محرجة، بس صدقيني، ده مش أول مرة أساعد حد في موقف زي ده. لما كنت بشتغل ممرضة في المستشفى كنت بساعد مرضى كتير، وتعلمت إن الكرامة الإنسانية أهم حاجة. كلامها ريحني جدا وخلاني أحس إني مش لوحدي، وإن في ناس فاهمة ومتعاطفة. بعد ما خلصت ساعدتني أقوم وأقعد على الكنبة بحرص شديد، وبعدين راحت جايبالي شوية عصير برتقال من التلاجة وقعدت جنبي تطمني. قالت لي بصوت حنون: أنا عارفة إن ده كان موقف صعب عليكي، بس الحمد لله على كل حال، وأنا فرحانة إن ربنا خلاني أقدر أساعدك، وإنتي دلوقتي لازم تاخدي بالك من صحتك أكتر من كده. قلت لها وأنا بعيط: جزاك الله كل خير يا حاجة، أنا مش عارفة أشكرك إزاي، إنتي منقذة حياتي النهاردة، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. قالت لي: ده واجبنا يا بنتي، إحنا جيران ولازم نساعد بعض، وأنا بنتي كانت في موقف شبيه قبل كده وجارتنا ساعدتها، فده رد جميل، والحمد لله إني قدرت أساعدك. قلت لها: بس أنا مش عارفاكي حتى، وإنتي قابلتي تساعديني من غير ما تعرفيني. الحاجة أم محمد ابتسمت وقالت: يا بنتي، أنا عارفة كريم من زمان، كل ما أشوفه على السلم بيسلم عليا ويسألني عن صحتي، وبشوف فيه الأدب والاحترام، وده خلاني أعرف إن أمه أكيد ست محترمة وربته كويس. كلامها ده خلاني أعيط أكتر، وحسيت إن ربنا بيكافئني على تربيتي الكريم. نادت على كريم إنه يدخل، ولما دخل الحاجة أم محمد قالت له: يا كريم يا ابني،
أمك دلوقتي كويسة، وانت لازم تاخد بالك منها كويس وتفكرها بمواعيد الدواء، وانا شقتي فوقيكم مباشرة. لو حصل اي حاجة ابعتلي وانا هنزل على طول. كريم قال لها بامتنان كبير وصوته متقطع من التأثر: جزاك الله خير يا حاجة، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. انا مش عارف اشكرك ازاي، انتي عملتي حاجة عظيمة النهاردة. الحاجة ام محمد قالت كمان: وانا عايزة اقولك يا كريم، انت ولد محترم جدا وخايف من ربنا، وده اللي خلاني اوافق انزل معاكي من غير تفكير، لاني شفتك قلقان جدا على امك ومش عارف تعمل ايه، وشفت الدموع في عينيك. كريم بص للارض بخجل وقال: انا كنت خايف جدا يا حاجة ومش عارف اتصرف ازاي. كنت عايزة اساعد ماما، بس كنت عارف ان الموضوع ده مش صح، وكنت خايف اني اعمل حاجة غلط. الحاجة ام محمد ابتسمت وقالت بحنان: وده اللي انا عجبني فيك يا ابني، انك عارف الحدود ومحترمها. حتى لما كانت امك محتاجة مساعدة انت فضلت محافظ على الادب والاحترام. ربنا يحفظك ويحفظ امك، وانا موجودة في اي وقت لو احتجتوني. قالت كمان: وانا عايزة اقول لكل الشباب زيك، الحدود دي مش معناها انك مش بتحب امك او مش بتهتم بيها، بالعكس ده معناه انك بتحترمها وبتحترم نفسك وبتحافظ على الادب اللي ربنا امرنا بيه. بعد ما الحاجة ام محمد مشيت انا قعدت اعيط من الامتنان، والحمد لله ان ربنا فرجها عليا. وكريم قعد جنبي على الكنبة وقال لي بصوت فيه ندم: يا ماما، انا اسف لو انا اتأخرت في اني اساعدك، بس انا كنت خايف، يعني كنت حاسس ان الموضوع ده مش صح، وكنت محتار اعمل ايه، وكنت خايف اني اغلط في حقك او في حق نفسي. قلت له وانا بمسح دموعي: انا مش زعلانة منك يا حبيبي، انتي عملتي اللي المفروض تعمله، ورفضك ده كان صح 100%، لانك فعلا ولد كبير دلوقتي وما ينفعش الموضوع ده يحصل، وانا اللي كنت في موقف صعب وطلبت منك حاجة مش مناسبة. كريم قال وهو بيبص في عيني: بس يا ماما، انا كمان حسيت بالذنب لما سبتك لوحدك على الارض وطلعت ادور على حل. كنت حاسس اني قاسي عليكي، وكنت خايف تفتكري اني مش بحبك او مش مهتم بيكي. قلت له بحزم: لا يا حبيبي، انت مش قاسي، انت بس كنت بتحافظ على الحدود اللي ربنا حطها، وده يدل على تربيتك الكويسة وخوفك من ربنا، وانا فخورة بيك قوي. ولو الموقف اتكرر تاني لا قدر الله، انا عايزاك تعمل نفس اللي عملته، متغيرش ابدا. كريم حضنني وقال: انا بحبك يا ماما وخايف عليكي قوي، ومن دلوقتي انا هتابع معاكي الدواء كل يوم ومش هسيبك تنسي ابدا. بعد الموقف ده انا بقيت اخد بالي من نفسي اكتر، وبقيت ملتزمة بمواعيد الدواء بشكل صارم. وكريم بقى يتابع معايا يوميا ويتأكد اني خدت الدواء في ميعاده، وحتى عمل لي جدول على الحيطة في المطبخ مكتوب فيه مواعيد كل دواء، ومكتوب فيه كمان ايام قياس السكر والضغط. كريم كمان اشترى لي جهاز قياس سكر ديجيتال جديد وجهاز ضغط، وعلمني ازاي استخدمهم، وقال لي: يا ماما، لازم تقيس السكر والضغط كل يوم الصبح وتكتبي النتيجة في الدفتر ده، وانا هتابع معاكي. وكمان انا وكريم اتكلمنا مع الحاجة ام محمد وقلنا لها ان لو انا احتاجها في اي وقت ممكن ابعت لها، وهي وافقت بكل سرور. واديتها مفتاح احتياطي للشقة وقلت لها لو حصل حاجة وانا مش قادرة افتح الباب ممكن تفتحي انتي. الحاجة ام محمد وافقت وقالت: انا موجودة في اي وقت يا بنتي، وانا كمان هنزل لكم كل يومين اطمن عليكي. وفعلا بقينا نزورها كل فترة وبقت قريبة منا جدا، كأنها فعلا امي. كنا بنطلع لها نشرب الشاي ونقعد نتكلم، وهي كانت بتحكي لنا عن حياتها وعن خبرتها في الشغل كممرضة. الحاجة ام محمد كانت بتنزلنا كل اسبوع تطمن عليا، وكمان كانت بتعلمني وصفات اكل صحي مناسبة لحالتي الصحية، ووصفات أعشاب طبيعية بتساعد في تنظيم السكر. كانت بتقولي: يا فاطمة، الأكل الصحي مهم قوي، ولازم تبعدي عن السكريات والنشويات الكتيرة وتاكلي خضار وفاكهة أكتر. الموقف ده علمني حاجات كتير قوي، علمني إن الواحد لازم ياخد باله من صحته وما يستهونش بالموضوع ده، لأن الصحة دي نعمة كبيرة، ولو ضاعت منا مش هنقدر نعمل أي حاجة. وعلمني كمان إن في حدود لازم نحافظ عليها حتى لو كنا في مواقف صعبة، وإن الحل دايما موجود لو دورنا كويس واستخدمنا عقلنا وتوكلنا على ربنا. وعلمني كمان إن ربنا دايما بيفرجها، وإن في ناس طيبة حوالينا مستعدة تساعد لو إحنا طلبنا المساعدة بأدب واحترام. أنا دلوقتي بفكر في اللي حصل وبحمد ربنا إن كريم كان عنده الحكمة والتفكير السليم إنه يدور على حل تاني، بدل ما يعمل حاجة ممكن نندم عليها
وأنا بحمد ربنا إن بعتلي الحاجة أم محمد اللي كانت زي الملاك في الوقت ده. بس في حاجة كمان محتاجة أقولها، وهي إن الموقف ده خلاني أفكر في حاجة مهمة جدا، إن أنا كست واحدة أرملة عايشة لوحدي مع ابني ومفيش حد تاني في البيت. كان لازم من زمان أكون عاملة خطة لو حصلت مواقف زي دي. يعني مثلا كان المفروض من زمان أكون متعرفة على الجيران كويس وأكون على علاقة كويسة معاهم عشان لو احتاجتهم يكونوا موجودين. وكمان كان المفروض أخلي رقم تليفون واحدة من قرايبي موجودة عند كريم عشان يقدر يتصل بيها في أي وقت. أنا كمان بعد الموقف ده قررت إني أروح للدكتور وأعمل فحوصات شاملة عشان أطمن على صحتي، وفعلا رحت وعملت الفحوصات والحمد لله طلعت كويسة. بس الدكتور نصحني إني ألتزم بالدواء وأنظم أكلي كويس. الدكتور قال لي كمان بجدية: يا فاطمة، انتي لازم تعملي تمارين رياضية خفيفة كل يوم، ولازم تمشي على الأقل نص ساعة يوميا. ده هيساعدك تتحكمي في السكر والضغط بشكل أفضل، وكمان هيقوي عضلاتك ويمنع السقوط. وكمان قال لي ولازم تتابعي معايا كل شهرين عشان نشوف مستوى السكر والضغط عندك، ولو حصل أي تغيير في صحتك لازم تيجي فورا. وكمان أنا كلمت بنت عمي اسمها نادية وقلت لها على اللي حصل بكل التفاصيل، وهي قالت لي إنها مستعدة تجيلي في أي وقت لو احتاجتها، وأنا اديتها مفتاح الشقة عشان لو حصل حاجة تقدر تدخل من غير ما تستنى حد. نادية قالت لي وهي متأثرة: يا فاطمة، انت ليه مكلمتنيش من زمان؟ احنا أهل ولازم نكون جنب بعض، ومن دلوقتي أنا هزورك كل أسبوع وأطمن عليكي، ولو احتاجتي أي حاجة اتصلي بيا في أي وقت. وفعلا نادية بقت تزورني كل أسبوع، وكانت بتجيب معاها أكل صحي وفاكهة، وكنا بنقعد نتكلم ونضحك سوا. ومع إن علاقتي مع خالة كريم سعاد مش كويسة، أنا قررت إني أحاول أصلح العلاقة دي عشان في النهاية هي أخت جوزي ولها حق علينا، وكمان عشان يكون في حد من العيلة قريب مننا، وعشان كريم يكون عنده علاقة كويسة مع خالته. رحت لها في بيتها بعد الموقف بأسبوع، وأخدت معايا هدية بسيطة، علبة حلويات، وكلمتها كلام من القلب، وقلت لها إني آسفة لو أنا زعلتها في أي حاجة، وإن أنا عايزة نرجع لبعض تاني زي زمان، وإن الحياة قصيرة ومش المفروض نضيعها في الخصام. سعاد في الأول كانت متحفظة شوية وما كانتش عايزة تتكلم معايا، بس بعدين لما حكيت لها على اللي حصل معايا بكل تفاصيله هي اتأثرت جدا وبدأت تعيط وقالت لي: يا فاطمة، أنا كمان آسفة على الكلام اللي قلته، وأنا كنت غلطانة وكنت زعلانة ومش عارفة أتصرف، وندمت على كل كلمة قلتها، وأنا مستعدة أساعدك في أي حاجة.